قرار واحد من اليونسكو بفصوص القفطان كان كفيل إنه يولع جدل كبير جدا. الحكاية دي ليها وشين، وش بيقولك ده انتصار تاريخي، ووش تاني خالص بيتكلم عن صراع وكواليس. خلونا نشوف القصة دي من وجهة نظر مصدرنا عاملة ازاي. الحكاية دي بتورينا إزاي حدث واحد ممكن يتشاف بطريقتين عكس بعض تماماً. في رواية كلها احتفالات وفرح، ورواية تانية بقى بتتكلم عن اللي حصل في الكواليس وعن مناورات دبلوماسية. طيب، عشان نفهم القصة صح، مصدرنا بياخدنا للآخر الأول، للحظة اللي الكل كان بيحتفل فيها، لحظة الانتصار. أجمل انتصار للمملكة المغربية. بالكلمتين دول صاحبة المصدر لخصت كل حاجة. اللحظة دي كانت زي تتويج لمجهود طويل قوي، ومشاعر الفخر كانت طاغية على كل حاجة. طيب ايه اللي حصل بالظبط عشان نبقى في الصورة؟ يوم 10 ديسمبر لجنة اليونسكو خدت قرارها الرسمي وقالت ان القفطان المغربي ده تراث ثقافي غير مادي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اعتراف رسمي بانه جزء اصيل من ثقافة البلد، حاجة حية بتتورث من جيل لجيل. المصدر بيحكي لنا عن اجواء احتفالية والوفود التانية بتبارك للوفد المغربي على الانجاز ده. بس ورا كل الاحتفالات دي المصدر بيقول لنا إن في قصة تانية خالص، قصة الصراع اللي دار قبل ما القرار ده يطلع للنور. طب إيه هو الصراع ده بقى؟ إيه اللي كان بيحصل في الكواليس قبل التصويت؟ هنا بقى القصة بتبدأ تاخد منحنى تاني خالص. مصدرنا بيقول إن الموضوع فيه اتهام بوجود محاولة للمناورة الدبلوماسية من الوفد الجزائري، والهدف على حسب كلامها كان المشاركة في ملكية التراث ده. طيب، الخطة المزعومة دي كانت إيه؟ المصدر بيشرحها في خطوتين بساط جدا. أول حاجة محاولة تأخير مناقشة ملف القفطان المغربي، وتاني حاجة محاولة إضافة كلمة القفطان لملف تاني خالص يخص الجزائر كان متقدم لليونسكو. لكن في الآخر بعد كل الكلام عن المناورة دي، يا ترى كان إيه قرار لجنة اليونسكو النهائي؟ القصة هنا وصلت لأهم نقطة فيها. المصدر بيأكد ان المناورة دي اللي بيحكوا عنها فشلت تماماً. والقرار النهائي كان حاسم وواضح. ملف المغرب اتناقش في ميعاده زي ما هو مقرر. محاولة إضافة كلمة القفطان اترفضت، واللجنة في النهاية صوتت لصالح الملف المغربي. الواحد ممكن يفتكر إن القصة خلصت لحد هنا، صح؟ لا، الصراع كان لسه هيبدأ، بس على جبهة تانية خالص. بعد ما الاجتماع الرسمي خلص، الصراع اتحول لمكان تاني خالص، السوشيال ميديا. المصدر بيقول إن بعد التصويت ما خلص، المعركة كلها اتنقلت أونلاين، وكل التركيز كان على تفسير كام كلمة في نص القرار الرسمي بتاع اليونسكو. الجملة اللي عملت كل الجدل ده كانت بتقول: هذا الزي التقليدي ينحدر من خلفيات ثقافية متنوعة داخل المغرب. جملة واحدة بس اتفتحت لها أبواب تفسيرات عكس بعض تماماً. وهنا بقى بنشوف الروايتين. وجهة نظر المصدر بتقول إن الجملة دي دليل على غنى وتنوع الثقافة جوه المغرب نفسه، لكن على الناحية التانية التفسير اللي انتشر أونلاين على حسب كلام المصدر استخدم نفس الجملة عشان يقول إن القفطان ده مش حكر على المغرب وليه أصول مشتركة مع ثقافات تانية. المصدر بيوصف اللي حصل ده بإنه محاولة لتحوير القرار وخلق انتصار وهمي من ولا حاجة، مجرد لعب بالكلام. وفي الآخر خالص المصدر بيختم كلامه بنظرة أوسع وأشمل، بيبعد عن تفاصيل الصراع عشان يتكلم عن المعنى الأكبر للتراث الثقافي ده. هي لخصت كل ده في جملة واحدة مهمة جدا، إن الانتصار ده مش للمغرب وبس، لا، ده انتصار للإنسانية كلها. يعني الفكرة اللي بيوصلها المصدر في النهاية هي إن الاعتراف ده بيغني التراث الإنساني كله، وبعيداً عن مين يملك إيه، إننا نحافظ على ثقافة زي دي ده في حد ذاته مكسب للبشرية كلها. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم قوي ونفكر فيه. لما بنتكلم عن التراث، هو فين الخط اللي بيفصل بين الفخر الوطني ببلد معينة وبين الإحساس إن ده إرث إنساني مشترك يخصنا كلنا؟